السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. نصلي على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. كما راكم تلاحظون معي، أنا راح نعمل اليوم مقرود الكوشة. يجي روعة يدوب في الفم. اللي تحب تعمل الطريقة تاعي اتبعني في الطريقة. نبداو على بركة الله في المقادير. بسم الله. عندنا هنايا 3 كيلات من السمن، كما راكم تلاحظوا. تاع السميد يكون بهذا يكون بهذا السمك تاعو، ما يكون حرش، ما يكون رقيق. ونعمل كيلة تاع السمن. والسمن هنايا نقول لكم لازم كي تحطوه يذوب لازم يبرد تماما باش توضعوه على السميد تاعكم. ونعمل 3 خبزات كما راكم تلاحظوا، ونحط على كل خبزة شوية ملح. من بعد نحبك المقرود تاعي، نحبكو مليح مليح. من بعد هنايا كي نحبكو انا ديما نخليه، كي نحبكو ديما نخليه يبات ليله كامله. من بعد الغدوه عاده نروح نبل المقرود تاعي بشويه مزيج من الماء وماء الزهر، وبنفس الكيله تاع السمن هذه ولا لابيل نتوما اللي تعملوا بها، هي اللي بعدا نكيل بها الماء تاعي اللي راح نبل به. من بعد كي نبلو الصباح لازم يزيد نخليه يقعد حتى لليله عاده نعمل المقرود تاعي. هذه الطريقه البنات، انا الطريقه تاع امي ديما نتبعها وديما تنجح لي، والمقرود تاع امي ديما يجي مليح. واش نقول لكم، ما شاء الله، ربي يحفظها لي ان شاء الله، وربي يخليها لي ان شاء الله، وتكون ديما فوق روسنا يا ربي. هنا كما راكم تلاحظون هنايا انايا شكلت حربوش وزدت حشيت في الوسط بالغرس تاعنا، التمر يعني تاعنا. من بعد هنايا نولي نغلقه بهذه الطريقه بشويه. من بعد هنا نجي نقطعه الى قطع باش نعمل كل قطعه نعملها وحدها. كما راكم تلاحظون هنا انا قطعته الى 3 قطع، من بعد كل قطعه نعملها وحدها بالطابع تاع المقرود. هنا كما راكم تلاحظون انا عملت المقرود تاعي، وضعته في البلاطو. وهذه الطريقه اللي عملت بها المقرود تاعي. نورمالمون الكل اللي راكم تعرفوا تعرفوا الطريقه تاع عمل المقرود. انا هنا حبيت برك نعت لكم طريقتي ونعت لكم المقادير. بالكش كاينين بزاف اللي يقول لك انا يجيني يابس، يجيني ما يجينيش هشوش، يجيني يابس. هنا كما راكم تلاحظون المقرود تاعي راهو طابع على درجة حرارة 180 درجة. انا حمرته على هذا الشكل. انا هنا ما عليا غير نقول لكم الى اللقاء في الفيديو القادم بحول الله. ما تنسونيش في جيم ولايك ليصلكم كل جديد مني. ونشكر جزيل الشكر على كل التعليقات الجميلة. ما عليا غير نقول لكم هنا الى اللقاء، مع السلامة. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل، عيش حياتك بالفضائل، وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي، إذ تحديت الليالي، وإلى هام المعالي أنت في ركب الأوائل. كن على درب التفاؤل،
عش حياتك بالفضائل وابتسم للغير تلقى بيننا أعلى المنازل. بالمصاعب لا تبالي إذ تحديت الليالي وإلى هام المعالي